السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بألف صحة وخير. النهاردة هنعمل مع بعض الحجازية الاسكندراني بمكونات ومقادير ولا أسهل من كده، وطعم روعة، ومستحيل إن شاء الله إنها تفشل منك. يلا بينا نشوف هنعملها إزاي بالطريقة الحلوة دي. وقبل أي حاجة نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ومقاديرنا عبارة عن كوبايتين من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسة، كوبايتين من الدقيق العادي، وكوباية نصها سمنة ونصها زيت، ومعلقة كبيرة من الخميرة، نص كوباية مية دافية، نص كوباية سكر. أول حاجة هنبدأ بالخطوة الأولى، وهي هحط معلقة الخميرة في بولة صغيرة كده، هحط عليها نص كوباية السكر، نص كوباية المية، وهدوبهم مع بعض بالشكل ده لحد ما يدوبوا كده مع بعض. وبعدين هسيبهم على جنب كده يختمروا شوية معايا. هجيب بولة كبيرة كده حلوة، هحط فيها كوبايتين السميد بالشكل ده، وهحط عليهم كوبايتين الدقيق العادي بتاعنا، وهخلطهم مع بعض كده بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده. هحط معلقة صغيرة كده من البيكنج باودر واخلطهم مع بعض، وكوباية نصها زيت ونصها سمنة. لو عايزة تكون كلها زيت براحتك، لو عايزاها كلها سمنة براحتك، زي ما تحبي برضو هتطلع معاكي بنفس الطريقة ونفس الشكل. وهفضل أبس فيها بالطريقة دي كده زي عجينة الكحك بالظبط لحد ما اتأكد ان كلها اتشربت مع بعض من السمن. وبعدين هنزل عليهم بالخميرة والسكر اللي احنا دوبناهم مع بعض، وهفضل اعجن فيها كده لحد ما تبقى عجينة حلوة معايا بالشكل ده زي ما انت شايفة كده، ما فيهاش اي تشققات ولا اي حاجة. دلوقتي هسيبها اما تخمر نص ساعة كده، وهبدأ اعمل الحشوة بتاعتنا، وهي عبارة عن 3 معالق من القرفة، نص كوباية من السميد، ونص كوباية سكر. هحط كده نص كوباية السكر او ربع كوباية سكر زي ما انت حابة، ونص كوباية السميد، و3 معالق القرفة. لو مش حابة تحطي قرفة حطي استبدليها بكاكاو هتبقى حلوة برضو. هحط كده بخلطهم مع بعض كده بالراحة. هحط كده رشة من القرنفل مطحون بالسكر، انا حابة ان انا احطها بتديها طعم وريحة حلوة قوي. واخلطهم مع بعض كده، وبشويش كده هحط لهم مية، وهفضل اقلب فيهم كده لحد ما تكون زي العجينة المفرولة كده، يعني شبه كده رملة البحر، مش هكون عجنها قوي. وكده العجينة بتاعتي خمرت، ما سبتها ساعة ونص لحد ما خمرت معانا بالشكل ده. وبعدين هبدأ ان انا اقسمها على 2. هاخد اول قطعة معايا كده، وهجيب الصينية بتاعتي، مش هكون دهنها حاجة لان العجينة بتاعتي فيها سمنة وفيها زيت. وهبدأ ان انا افردها كده بالشكل ده بالراحة كده، مش هخلي يكون فيها يعني حتة عالية او حتة واطية كده، هتأكد ان انا سويتها كويس. وهعمل من الجنب كده يعني زي حافة عالية كده، هرفعها من الجوانب كده علشان لما اجي احط الحشوة بتاعتنا ما تطلعش منها بالشكل ده زي ما انت شايفة كده. هبدأ ان انا احط الحشوة بتاعتي زي ما انا قلتلك، لو انت مش حابة تحطي القرفة ممكن تستبدليها بكاكاو. وهبدأ ان انا افرد الحشوة بتاعتها كده بكل سهولة بالشكل ده. وهجيب القطعة التانية من العجينة، طبعا انا حاطة القطعة الاكبر في الصينية
وحاطه القطعه اللي اصغر منها من فوق. هفردها بالشكل ده عشان تبقى سهله معايا في الفرد. جبت كيس، حطيت كيس من تحت وكيس من فوق كده، وهفردها بكل سهوله كده، بدل ما انا احط يعني العجينه من فوق الصينيه وتفضل تتقطع معانا. هفردها بالشكل ده، هفردها كويس كده لحد ما يعني تكون احس ان هي بقت قد الصينيه اللي انا عاملاها. هبدأ ان انا احطها فوق الصينيه بالشكل ده. وممكن تجيب صينيه وتفردها فوقيها تكون مقاس الصينيه اللي انت عامله فيها زي ما انتوا شايفين كده. هشيل الكيس من عليها، وبعدين هبدأ ان انا اشيلها كده بالراحه خالص، وهقلبها فوق الصينيه اللي احنا عملناها بالحشوه. اشيل الكيس وهبدأ برضو ان انا اسويها كويس. هبتدي ان انا الزق العجينه اللي فوق بالعجينه اللي تحت كده، وهسويها كويس بالشكل ده علشان اتأكد ان الحشوة بتاعتنا ما تخرجش لبره. وبعدين هجيب شوكة وهخططها بالشكل ده كده عشان تدي شكل جمالي حلو كده. وبعدين هقطعها قبل ما ادخلها الفرن بالشكل ده علشان لما اجي اطلعها من الفرن تكون سهلة في التقطيع بالشكل ده. هحاول ان انا اقطعها زي سمبوكسات كده بالشكل ده، وبعدين هحطها في الفرن وتطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا حابة ان انا اشربها سيرب خفيف، انا بحب كده ان انا اشربها سيرب. هبتدي ان انا اعيد عليها تاني بالسكينة كده بشويش علشان لما اجي اطلعها من الصينية تطلع معايا بكل سهولة. هي كده كده انا مقطعاها قبل ما تدخل الفرن. لو مش حابة ان انتي تسقيها سيرب يعني برضو بيبقى طعمها حلو قوي. في ناس كتير ما بتسقيهاش بيبقى برضو طعمها حلو خالص بالشكل ده. وده كان شكلها الاخير، طعمها حلو قوي. يا رب تعجبكم وتجربوها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.